ايوه يا جماعه، الوصفه اللي مستنيينها وصلت. الريد فيلفت ده مش اي كيك، هتتعلمي السر اللي بيخلي الكيك طري وزي المحترفين. يلا نبدا نعملها خطوه خطوه. حاجه هنحتاج 5 بيضات، 65 جرام سكر، هنضربهم كويس سوا بالعجان لحد ما ينفش ويبقى قوامه زي الكريمه. هنجيب 120 جرام لبن رايب، وهنزود على الرايب 100 جرام زيت ومعلقه مليانه لون جل احمر. نقلب السوائل دي مع بعض كويس، وبعدين هنبدا ننزلها على خليط البيض والسكر بالراحه، وهنبدا نقلب الاسباتيولا بالراحه من تحت لفوق عشان الهواء اللي احنا دخلناه في البيض ما يطلعش. بعد الجافه هنحتاج 160 جرام دقيق متعدد الاستخدام، 10 جرام كاكاو خام، و10 جرام بيكنج باودر، 10 جرام بيكربونات الصوديوم، ورشه ملح. هنزل المكونات الجافه على الخليط السائل وهنقلب بالراحه برده من تحت لفوق. هنزل الخليط في قالب مقاس 18 وهدخلها الفرن على درجه حراره 180 رف اوسط. هتقعد حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع. كده جهزت معانا. اما الحشوه دي اللي هتفرق في الطعم، اكيد انك عامله لايك للفيديو، خدي شير على صفحتك عشان اول ما تنزل الحشوه توصلك. لو كل مره بتفشلي في الكيك الاسفنجي، جربي الطريقه دي بالدقيق العادي، النتيجه هتخليكي تعتمديها في كل مره. لو اول مره تظهر لك صفحتي، اعملي متابعه ولايك للفيديو. انا بنزل كورس مجاني فيه اسرار محدش بيقولها على صفحتي، اكتبي تم ويوصل لك فورا. في بوله هنزل بكوب ونص سكر وعليه 6 بيضات كبار، ولازم يكون البيض بدرجه حراره الغرفه، ومعلقه كبيره محسن جل. لو ما عندكيش محسن وعايزه بديل ليه، اكتبي لي كومنت. و2 كوب دقيق و2 معلقه كاكاو خام، والكاكاو الخام يكون نوعيه جيده، وباكو بيكنج باودر، ومعلقه خل كبيره، و3/4 كوب ميه. اعملي حفظ للفيديو عشان لو عايزه المقادير بالجرام هتلاقيها كان مكتوبه في اول كومنت. هنبدا نخلط لمده من 8 ل 10 دقائق لحد ما يبقى القوام بالشكل اللي قدامنا دوت، وده القوام المثالي لخليط الكيكه الاسفنجيه. هنبدا نجهز قالب ونغلفه بورق زبده مقاسه 20، وننزل بالخليط واحده واحده، وضروري نعمل الحركه بعود خشبي عشان ما يطلعش اي فراغات جوه الكيك، ونخبطه مرتين كده عشان برضو نتاكد ان احنا طلعنا كل فراغات الهواء. ندخلها فرن سخن درجه حراره 180 رف وسط لمده من 40 ل 45 دقيقه، ولما يطلع نسيبه يهدى ونقلبه على شبكه. لو عايز تعرفي كل اسرار الخبز ومهتمه بمجال الكيك والحلويات، اكتبي تم في الكومنتات وحطي لايك للفيديو واعملي حفظ عشان يوصلك باقي الفيديوهات. انتوا تطلبوا وانا انفذ لاول مره وحصري وصفه الجنواز الاصلي بطريقه ناجحه من اول مره، وكمان هنحشيه سوا ونزينه سوا زي الكورسات بالظبط. احب اقولك لو لسه مش متابعيني فانتي بتفوتي على نفسك وصفات بتتاخد في الكورسات، مش مجرد فيديوهات عاديه. تابعي الصفحه واعملي لايك وعرفيني ان انتي تابعتيني، وخلي كل يوم عندك وصفه ترفعي بيها مستواكي خطوه. في بوله هنزل ب3 بيض و105 جرام سكر، وهضربهم على سرعه عاليه لمده 10 دقايق، ودي اهم خطوه في نجاح الجنواز. وهنزل عليهم ب90 جرام دقيق و30 جرام كاكاو خام. في الوصفه الاصليه ما بنحطش بيكنج باودر. البيض هو الماده الرافعه الاساسيه في الجنواز، وبنقلب من تحت لفوق بهدوء عشان الهواء اللي دخل في البيض ما يطلع. ننزل بالخليط في الصينيه ونفرده طبقه رفيعه ويخش فرن سخن. هياخد معانا من 10 ل 12 دقيقه، واول ما يطلع لفيه فوطه او في ورق زبده عشان يفضل طري وما يتكسرش. نبدا نجهز الحشو. 180 جرام شوكولاته، هنزل عليهم ب 120 جرام كريمه سخنه، وهقلبهم سوا لحد ما الشوكولاته تسيح. وبعدين هنزل عليهم ب 200 جرام كريمه ساقعه عادي، وهنقلبهم سوا، وهدخلهم الفريزر لمده ساعه او التلاجة لمده 4 ساعات. ولما نطلعها هضربها في العجان لحد ما تبقى كريمي. نبدا نحشي بيها الجنواز بتاعنا ونحط جواها بندق مجروش، ونلفها رول تاني وندخلها التلاجة. نبدا نجهز اخر طبقه. هنجيب 240 جرام شوكولاته، هنحط عليهم 70 جرام زيت، نقلبهم سوا، وهننزل ب 70 جرام بندق مجروش، ونبدا نصبه على الجنواز ونزينه بالطريقه اللي تفضليها وتدخليه التلاجة. لو مهتمه بمجال الكيك والحشوات، اعملي متابعه للصفحه وعرفيني انك تبعتيني، وهبعتلك كورس كامل للكيك والحشوات مجانا. هفضل وراكي لحد ما تبداي مشروعك من البيت، لانك مش محتاجه غير حله عاديه وتعرفي سر الخبز في البيت. ولو اول مره تشوفي فيديوهاتي، انا بنزل كورس مجاني عليه وصفات واسرار محدش بيقولها. اعملي متابعه للصفحه ولايك وحفظ للفيديو، واكتبي كورس في الكومنتات، هبعتهولك فورا ومجاني. في بوله العجان هنبدا ننزل ب3 بيض، ويكون البيض حجمه وسط، وبعدين معلقه خل، واختياري ننزل بمعلقه محسن جل، ونحط عليهم دقيق الاسبونج الجاهز 250 جرام، وهننزل بربع كوب ميه، كوب معياري. وفي حله البيت العاديه دهنتها زيت وبطنتها بورق زبده. بعد ما اتضرب الاسبونج لمده 7 دقايق لو في العجان، و10 دقايق لو على مضرب الكهربائي، هنزله في الحله وهخبطه خبطتين. عشان تاخدي وش متساوي لازم تعملي الحركه بتاعه العود الخشب. دخلها فرن سخن درجه حراره 180 رف وسط، وهتاخد من نص ساعه ل 40 دقيقه. لو مهتمه بمجال الكيك وعايزه تبداي مشروعك من البيت، اعملي متابعه للصفحه وهتبقي محترفه، واكتبي تم في التعليقات، هبعتلك باقي الكورس المجاني للحشوات وكريمات التزيين فورا. بتسالوني دايما ايه سر نعومه وطراوه الكيك عندي. النهارده هنعمل كيك سبونج بيتي، اقرب وصفه للشيفون
لكن بطريقة اسهل غير فصل البيت وبالدقيق العادي عشان توفري وقتك وتعمليها بسهولة. ما تنسيش قبل ما نبدأ ادعمي الفيديو بلايك واحفظيه عندك وشيريه على صفحتك عشان ترجعي له بسهولة ويشرفني متابعة اي حد جديد. هنحتاج 4 بيضات نضربهم مع 220 جرام سكر من 8 ل 10 دقايق، وبعدين نضيف رشة ملح وفانيليا، وبعد كده نضيف 150 مللي حليب سخن عليه 50 مللي زيت ونقلب كويس. دلوقتي هنضيف 300 جرام دقيق منخول عليه 15 جرام بيكنج باودر. نقلب بالراحة من تحت لفوق عشان الهواء ما يطلعش من العجينة، ونقلب الاسباتيولا لحد كل حاجة ما تمتزج سوا. هنحطها في صينية مقاس 20 مدهونة او متغلفة ورق زبدة، وندخله فرن سخن بدرجة حرارة 180 لمدة حوالي 40 دقيقة. لما يطلع نسيبه يبرد ليلة كاملة، بعدين نبدأ نقطعه. متنسيش تعملي متابعة للصفحة عشان يوصل لك كل جديد.